المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. إصابة 72 مواطنا بفيروس كورونا. نتائج جيدة لزراعة البطاطا المحسنة في صنعاء. ارتفاع أعداد المؤسسات الصحية في فورو إلى أكثر من 300%. عرض عسكري في كوريا الشمالية مع صواريخ باليستية. البرلمان اليوناني يوافق على شراء 18 مقاتلة رافال من فرنسا. وانخفاض مستوى سطح الأرض يهدد حياة 600 مليون نسمة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية أظهرت إصابة 72 مواطنا بفيروس كورونا اليوم 15 من يناير في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الأوسط والكاشبركة وعنسبة. وظهرت 30 إصابة في إقليم الكاشبركة، منها 13 في مركز العزل بمنطقة أديبرة، و8 في علي قدر، و6 في تسني، و2 في بارنتو، و1 في أم حجر، و21 في أسمرة بالإقليم الأوسط، وكذلك 21 في كرم بإقليم عنسبة كانوا في مراكز العزل. في غضون ذلك شوفي 59 مريضا بكورونا، 31 منهم في إقليم الكاشبركة، و27 بالإقليم الأوسط، و1 في إقليم عنسبة. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1877 إصابة، شوفي منها 1073 ووفاة 6 مرضى، ولا يزال 798 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من يناير 2021. أفاد المزارعون في مديرية صنعاء بأن زراعة نوعين من البطاطس المحسن حقق نتائج مرضية. وذكر المزارعون بأن مديريتهم ملائمة لزراعة البطاطس، وسيعملون لسد احتياجات المديرية والتوجه للأسواق الأخرى. وطالبوا بتوفير السماد بأسعار مناسبة وإقامة مخزن لحفظ بذور البطاطس المحسنة في مدينة صنعاء. وقال خبير تنمية البساتين في مديرية صنعاء السيد زرسناي قبرزقا بيهير إن الرعاية الجيدة التي يوليها المزارعون لمزارعهم من مرحلة الشتل وحتى الحصاد مكنت من إنتاج 200 إلى 250 كنتالا من الهكتار الواحد. وهاب خبير تنمية النباتات السيد نبر برهوت لعدم استخدام المبيدات والسماد الحديث كخيار أول في المزارع، وعلى المزارعين قبل ذلك إزالة الحشائش الضارة بالزراعة والتنويع الزراعي. قال مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية فورو الممرض مرهاوي حدقو إن المؤسسات الصحية في المديرية تشهد تقدما ملحوظا بفضل المساعي الحثيثة الجارية لضمان صحة المواطنين وتوسيع وتطور تلك المؤسسات. وذكر الممرض مرهاوي بأن الحملة المنتظمة خلال سنوات الاستغلال الماضية في القطاع الصحي ساهمت في ارتفاع أعداد المؤسسات الصحية من 2 إلى 7، وهذا يعادل ما نسبته 300%، موضحا بأن المديرية يوجد فيها في الوقت الحالي مركزين صحيين وعيادتين ونقطتين صحيتين. وأشار إلى بناء عيادتين في عام 2020 في مناطق محافيد وقبقب وأسنة، وبناء العيادتين في مناطق بعيدة ظل يسهم في التقليل من المشاكل التي كان يعاني منها السكان. وكنتائج لذلك ارتفعت نسبة الحوامل اللائي كن يتابعن الرعاية الصحية قبل الولادة في المؤسسات الصحية في عام 2020 ب46% مقارنة بالعام الذي سبقه، والولادة بنسبة 50%، وتغطية التطعيم بنسبة 16% حسب إفادة الممرض مرهوي. وأشار إلى أن برامج النظافة المنتظمة وتوظيف وكلاء الصحة الريفية الطوعيين وكذلك توزيع الأدوية والناموسيات المعقمة ساهمت في انخفاض ظاهرة الملاريا مقارنة بالعام الفائت بنسبة 75%. وذكر الممرض مرهوي أن حملات التوعية الجارية عبر لجان سلامة الأم والطفولة في الضواحي ساهمت في تحقيق تطور ملموس في الرعاية قبل الولادة والتطعيم، مناشدا لتوظيف سيارة إسعاف في منطقة أمولي نظرا لتوسع مساحة المديرية والمناخ.
وتبلغ مساحة مديرية فورو المكونة من 15 إدارات ضواحي 6375 كيلومترا مربع. حققت جهود مكافحة العادات الضارة في مديرية فورتوساوا نتائج مرضية. وقال مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرضة حيلوم إن أنشطة التوعية التي يقوم بها الكادر الصحي والجهات الحكومية رفعت من استخدام المؤسسات الصحية ومكنت من السيطرة على الأمراض خاصة التي تصيب الأمهات والأطفال. وأشار إلى حصول سكان المناطق البعيدة على الخدمات الصحية عبر الممرضين المتجولين ووكلاء الصحة في القرى. ودعا الممرض هيله المواطنين لاتباع إرشادات الكادر الصحي وتطبيق وسائل مكافحة الملاريا والمساهمة لبناء غرف لانتظار الحوامل. أعرب سكان ضاحية دلال في مديرية نقفة عن ارتياحهم للخدمات الصحية التي يحصلون عليها. وأوضح السكان بأنهم كانوا في السابق يذهبون إلى نقفة لتلقي العلاج، وكان ذلك يعرضهم للسفر ليوم كامل، وانتفت المشكلة بافتتاح عيادة في وسط قريتهم. وقال مسؤول العيادة السيد إبراهيم عثمان إن خدمات رعاية الأمومة والطفولة تحقق نتائج جيدة مدفوعة بالوعي الصحي، مشيرا إلى ارتفاع الولادة في العيادة بنسبة 80%. وذكر مدير الضاحية السيد موسى محمد حامد إن الجهود الحكومية التي تمنح الاهتمام الكبير للريف النائي تحقق نتائج مرضية، مؤكدا الإيفاء بالمتطلبات. بعد الفاصل سيداتي وسادتي نعود بالأخبار الخارجية. عرضت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يمكن إطلاقه من غواصة خلال عرض عسكري نظم في بيونغ يانغ في ختام مؤتمر الحزب الحاكم، وقبل أيام من تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة. وأظهر الصور 4 صواريخ على الأقل مزودة برؤوس سوداء وبيضاء تمر بين حشد يلوح بالأعلام. ويمكن لصاروخ باليستي يطلق من غواصة أن يتيح لبيونغ يانغ تغيير استراتيجيتها، مع احتمال شن هجوم مفاجئ قرب الولايات المتحدة أو حتى تنفيذ ضربة من دون الاستعانة بقواتها البرية. وأعلن كيم خلال المؤتمر أن بلاده أنجزت خططا لغواصة نووية، إلا أن مثل هذه القطعة لن تكون جاهزة للعمل قبل سنوات. وشاركت في العرض قوات من المشاة والمدفعية فضلا عن دبابات. وحصل استعراض جوي بطائرات احتفالا بالمؤتمر الثامن وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية. ويأتي استعراض القوة هذا قبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وفي أعقاب مؤتمر الحزب الحاكم الذي وصف فيه الزعيم كيم جونغ أون الولايات المتحدة بأنها العدو الأول لبلاده. وافق المشرعون في اليونان على شراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال، وذلك كجزء من خطة تسلح أعلنت عنها الحكومة في سبتمبر الماضي. وأوضحت شبكة إخبارية أمريكية أن اليونان خصصت 14 مليار دولار لتحديث قواتها المسلحة خلال ال5 سنوات المقبلة، وفي وقت يتصاعد فيه التوتر مع تركيا المجاورة. وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يبدأ تسليم 18 طائرة المشار إليها منتصف العام الجاري، على أن ينتهي خلال عامين. وأشارت ABC نيوز إلى أن 12 طائرة منها في الخدمة حاليا في فرنسا، وسوف تصنع شركة داسو للطيران 6 طائرات أخرى. ومن المتوقع حسب ABC نيوز أن تبلغ تكلفة الطائرات النفاثة وصواريخ جو من طراز ميتور المصاحبة لها 2.3 مليار يورو، أو ما يعادل 3.4 مليار دولار. أفادت دراسة علمية جديدة أن هناك مساحات كبيرة في 34 دولة حول العالم مهددة بخطر التهاوي أو انخفاض مستوى
أو مستوى سطح الأرض، وذلك بسبب الضخ المفرط للمياه الجوفية والجفاف والتوسع العمراني الحديث الذي يعتمد على بنايات شاهقة وكثافة عمرانية أصبحت تشكل عبئا على الأراضي. وتمكن العلماء حسب ما جاء في الدراسة التي نشرت بمجلة ساينس من وضع خريطة عالمية للمناطق الأكثر عرضة لهذا الخطر، ومن ثم ترتيب البلدان حسب شدة التهاوي أو انخفاض الأراضي، مع قياس هذه الشدة بحلول عام 2040، وهي الظاهرة التي ستطال آثارها أكثر من 600 مليون نسمة. واحتلت الصين المرتبة الأولى في الترتيب متبوعة بالهند. وبحساب عدد السكان فإن هذه الظاهرة تمس حوالي 635 مليون شخص، أو ما يقارب 19% من سكان العالم. وقدمت الدراسة عدة أمثلة عن تهاوي الأراضي خاصة في قارة آسيا التي صنفت الأولى من حيث شدة الخطورة، وذكرت على سبيل المثال العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي تعرف بعض مناطقها هبوطا يصل إلى 2.5 سنتيمتر كل عام. أعطت هيئة تنظيمية صحية في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاستهلاك الأطعمة المشتقة من نوع من الخنافس، وهي الخطوة الأولى تمهد لاتخاذ بروكسل قرارا بالسماح باعتماد الحشرات كأطعمة في أوروبا. وخلصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعد دراستها طلبا من الشركة الفرنسية لتربية الحشرات أغرونوستريس إلى أن يرقات دودة الوجبة آمنة للاستهلاك. أوضح الخبراء لا ضرر غذائي من استهلاك ديدان الوجبة بسبب تركيبتها الغنية بالبروتينات والألياف، لكنهم رأوا ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث في شأن احتمال حصول تفاعلات من نوع الحساسية. ويتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء استنادا إلى رأي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مسودة اقتراح للسماح بطرح ديدان الوجبة المجففة والمنتجات المشتقة في السوق يتضمن شروط بيعها. ويأمل القطاع في الحصول على ضوء أخضر نهائي بحلول منتصف العام 2021. بذلك سيداتي سادتي انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.